دكتور لو سمحت، هو لو واحد بيبقى في برزنتيشن او جاي يتكلم في حاجه مهمه وبيبقى واثق برضه، حضر ارجوك. شفت انا؟ لا اوكي انا محضر تمام. حضر بس. بص انا اقول لك حاجه. الحمد لله بقالي من 2015 او 16 بدرس حقيقي، يعني يمكن ما حدش يعرف المعلومه دي. انا كنت بقى اشرح المحاضره لنفسي. طبعا الحمد لله عن طلبتي، ويمكن لما يسمعوا ده ممكن يستغربوا، بس انا كنت بقى اشرح المحاضره لنفسي والله كلها. طبعا دلوقتي ما عدتش بعمل ده خلاص، انا بشرح بقالي كتير فخلاص. بس انا في الاول كنت بقف اشرح المحاضره لنفسي، اكسبكت الاسئله اللي هتتسال لي، ماي هاند اوت اللي انا محضره، البريباريشن التحضير، وان انت يعني شويه هتقرا اكتر، شويه تتوقع تاكسبكت الاسئله اللي هتتسال لك. تاني حاجه تريسبكت الناس اللي قاعده قدامك، ايا كان المستوى بتاعهم والاكسبيرينس. ريسبكت الناس اللي قاعده قدامك، هم هيحسوا بده. بمعنى ان انت مايت بي يكون ما عندكش معلومه، انا اتوترت في معلومه، اوكي خليني اتاكد منها وارجع لك. طب خليني اتشيك كده خليني اتكلم فيها بعد المحاضره. تمام وصلت. بس البريباريشن صدقني هيعوض لك جزء كبير من ده. البريباريشن اصلا على الشغل بتاعك. وتاني حاجه ان انت انا عن نفسي كنت بقف اقول المحاضره لنفسي كامله بالهزار، بهزر فين عشان اشيل اللود من عليا. بعد كده خلاص بقى ده انا يعني خلاص انا حضرت حاجه كتير، فخلاص مش محتاج اعمل ده تاني. البرزنتيشن دي انا اشتغلت عليها بالرغم ان انا عارف متاخر عن البيزنس سكيلز، بس هي حاجه نيو بالنسبه لي. وقعدت افكر، سالت الاودينس هيبقى شكلهم ايه الاول، شكلهم ايه بمعنى هم which ليفل، وده تسلكت التوبكس بناء على الاكسبيرينس وهتكلم في ايه. ما انا مش هاجي هنا اكلمك على الشركه بتاخد استراتيجيك بلاننج وبتفوركاست بمعنى ايه الاستراتيجيك بلان. ممكن اكلمك على الشركه مقرره انها تكسباند لمده 5 سنين في قطاع الصعيد. ده مش الكور اللي انت جاي تسمعني عشانه، انت جاي في حاجه معينه، فانا لازم احضر. تمام.